ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. شكرا طبعا لكل الناس اللي كانوا بيسالوا عليا الفتره اللي فاتت دي. انا يعني اتحسنت شويه الحمد لله، بس الدور اللي انا بقول لكم عليه ده انتهى بيا المطاف فيه في كحه شديده شديده شديده، يعني مش هزار. لسه لحد دلوقتي طبعا الكحه ما خفتش. بحاول ان انا اتكلم بالراحه على قد ما اقدر، لانه لما بتكلم بسرعه في كريزات كحه غريبه بتيجي. بس الحمد لله الدكتور متابع معايا كويس، لان دور الحساسيه يعني كان صعب جدا. وهو زي ما قلت لكم قبل كده هو كان دور انفلونزا عادي، بس كان تقيل شويه بسبب الافرازات اللي كانت في الزور، عملت شويه التهابات زي ما انتم شايفين كده وكحه. المهم انا احسن الحمد لله، بقيت كويسه جدا جدا جدا. والنهارده عندي تصوير. الحقيقه انه عدى من قدامي فيديو كده، هو هزار لمجموعه يعني من الشباب مع بعض، بيتكلموا مع بعض في نقطه كده حبيت اخد رايكم فيها. بيقولوا انت ليه لما البنت بترتبط بيها بتقعد تقول لها شيلي اصحابك من على الفيسبوك، شيلي الولاد كلهم اللي تعرفيهم من على الانستجرام، شيلي مش عارفه ولاد خالتك، شيلي ولاد عمتك. طب ما انت ما بتشيلش ليه ولاد خالتك؟ انت ما بتشيلش ليه ولاد عمتك؟ انت ما بتشيلش ليه اصحابك؟ ما بتشيلش ليه الاكسات اللي عندك في الاكونت؟ ايه الحكمه في كده؟ يعني ايه بيبقى الولد بيفكر في ايه؟ فلقيت حوار كده داير ما بينهم في بوست على فيسبوك، استغربته جدا. ان هم شايفين ان الولد من حقه ان هو اول ما يرتبط ببنت يقول لها لا كلمي ده ما تكلميش ده، اعرفي ده ما تعرفيش ده. ايه ده؟ يعني ايه ده يبقى عندك على الفيسبوك؟ طب هو عندها على الفيسبوك يعني بيسبل لها كل يوم، بيبعت لها قلوب ودباديب؟ طب ما هو ممكن يبقى حد قريبها، ممكن يبقى حد معاها في الجامعه. هي يبقى منظرها ايه لما انت تخليها تشيل صحابها زي العيله الصغيره، اول ما تسيبوا بعض ترجع تاني تعمل له اد؟ اصلا انتي ما تعمليش كده. انا بحرضكم يا جماعه، بحرضكم. احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا، وطول عمرنا في مدارس مشتركه وفي جامعات مشتركه، ونعرف الناس معرفه محترمه جدا، ومتربيين مع بعض في نفس العماره، وبنروح مع بعض نفس الجامعه ونفس النادي. فما دام ما فيش حاجه غلط، ما دام مش حد كنتي مرتبطه بيه قبل كده، لا ما تشيليهوش. لكن ما دام حد ما فيش حاجه بينك وبينه، ومجرد ان انتوا اصدقاء او ان انتوا اصحاب او الدنيا ما بينكم فيها احترام وبتتعاملوا مع بعض عادي وعشره من سنين، ليه؟ ايه السبب اللي يخليكي تشيليه من عندك؟ يعني ليه؟ وبما انك انت عملتي كده، فانت كده ابتديتي سلم التنازلات. خدي زحلقه بقى للاخر، خدي سلم التنازلات ده زحلقه للاخر، لان بعد كده هيقول لك لا ما ترديش على اخوكي بقى في التليفون بعد الساعه 12. جماعه الولاد بقى ليهم طلبات مش منطقيه، وكل ولد بيبقى شايف انه، انا بقول ولاد لان ده في مرحله عمريه معينه، يعني الناس اللي الناضجه شويه اللي معديين السن اللي بتكلم عنه، لا بيبقوا فاهمين شويه، بيبقى فيه نضوج اكتر وبيبقى فيه عقل في الموضوع. لكن الولاد صحاب هذه الفئه العمريه بيبقى بالنسبه له عايز يبين قدام صحابه ان هو خلاها قطعت كل الناس ما بتعرفش غيره. طب سلمي لي على اصحابك بقى بعد ما يسيبك ويرميكي ان شاء الله بعد شهرين ثلاثه بعد ما يزهق منك، اخبارهم ايه؟ اصحابك بقى اللي انت عملت لهم ريموف وشلتيهم من عندك وقطعتي علاقتك بيهم بطلتي تتكلمي معاهم، دول ايه؟ فين؟ بعد ما هتسيبيه هترجعي تعملي لهم اد تاني وتدخليهم تاني على الفيس والانستا والدنيا هتبقى حلوه. طب كلمني الاول، خليكي واضحه مع نفسك. حاجه مش هتقدري تعمليها، حاجه هتضايقك، ما تعمليهاش. لو الشخص الاخر ما عندوش نفس الاستطاعه انه يتنازل نفس التنازل اللي انت هتتنازليه، ما تعمليش الطلب اللي بيطلبه منك. لو في تنازل موضوع بسيط وسهل، ما تعمليش حاجه اللي قدامك مش هيقدر يعملها. ما تجيش على نفسك واللي قدامك ما يجيش على نفسه. الحاجه الوحيده اللي لازم يبقى فيها مساواه هو الموضوع ده. اللي قدامك لو مش هيديك قد اللي انت بتديهوله، خلاص انسوا الموضوع، والله العظيم انسوا الموضوع. لكن دلوقتي بصراحه انا اللي شايفاه ان الوضع بقى غريب، والبنات والولاد بقوا بيعملوا حاجات عجيبه جدا جدا جدا. يعني هو مثلا الولد اللي هيدخل يقول لك ده شيلي اصحابك الاولاد من على الفيسبوك دلوقتي، وشيلي قرايبك من على الانستا دلوقتي، واديني الباسورد بقى بتاعت الحاجات دي، واديني اللي مش عارفه ايه، وتفتحي الواتساب بتاعك عندي. طب هو لو انت قلتي له كده هيقول لك ايه؟ يعني انت لو واحده دلوقتي انت بترتبط بيها جت قالت لك حبيبي احنا خلاص ارتبطنا وخلاص والدنيا حلوه، ها انا عايزك بقى تعمل 1 2 3 4 وتشيل البنات اللي عندك وما تكلمش بنات غيري وتروح الساعه 12 وانا انام انت تنام والحاجات الكيوت دي، هيبقى ردك عليها ايه؟
انا حابه اشوف ردكم عليا في الكومنتس. وبليز يا جماعه، بليز بليز بليز، بنات الناس المحترمين مش لعبه. وللبنات بقى، اوعي تدخلي علاقه انت مش شايفه اخرها فين. يعني اوعي تدخلي علاقه وانت مش عارفه ان الراجل ده اخره هيجي يتقدم لك. انا قلبي على رضوى الشربيني النهارده، وانا مش كده خالص يا جماعه والله. انا اصلا كنت بعمل ميك اب واستفزني بس موضوع الهزاريه اللي انا شفتها على الفيسبوك دي، ومراقبتي للكومنتات جننتني وعلت لي ضغطي، فقلت اشارككم اللحظه. وحشتوني، بحبكم. الاغنيه نازله بكره، شوفوا اخر يوم انا نزلته، يا رب يعجبكم. بحبكم قوي، باي باي.